مساء الفل وحلقة جديدة من حلقات العشوائي، ورجعنا تاني نعمل فيديوهات في الهدنة. مش هنقدر نقول أكتر من اللي قاله أبو تريكة النهاردة، مش هنقدر نتكلم أكتر من اللي قاله أبو تريكة النهاردة. وقال لكم غزة كشفتكم كلكم، غزة فضحتكم كلكم. ده اللي قاله أبو تريكة. بس أنا كان عندي تعليق واحد عايز أضيفه على كلام أبو تريكة. أنا عندي إحساس أو أنا شايف إن إحنا كشعب مصري من أول رئيس الجمهورية لأصغر طفل عندنا متأثر بالأحداث، بس مش شايفين حد تاني متأثر بالأحداث، إن كان عربي إن كان أجنبي إن كان. فهل دوت نابع من قلبكم ولا من عقلكم؟ وأنا مش فاهم. فخلاص نقفل الكلام في الموضوع ده ونتكلم على ماتش الأهلي. زي ما كنا بنقول على كولر بابا الشغلانة، لا انا بقالي كام ماتش كده كان نفسي اطلع انتقده، بس انا ما عنديش نفس حتى اتكلم في الكوره، ما عنديش نفس افكر ولا اعمل اي حاجه. المناظر اللي الواحد بيشوفها والاطفال اللي بتموت موتتنا كلنا. كولر مش عارف، هو زي ما كنا بنقول ان هو بيشتغل في كل ثانيه في النادي الاهلي، هو دلوقتي كولر مش مركز. ده احساس نابع اللي واصل للعيبه، يعني الاحساس ده لما يطلع من المدرب فيوصل للعيبه، فهتشوف اللي انت شفته الايام اللي فاتت من ساعه ماتش السوبر لحد الشوط الاول من الماتش بتاع النهارده. اللعيبه كلها مش مركزه، اللعيبه كلها بعيده عن بعض، اللعيبه كلها بتلعب لعب فردي، محدش بيلعب لعب جماعي. عندك خطوره، عندك كور، عندك بس مش هو ده اللي احنا كنا منتظرينه. الشكل المرعب اللي احنا وصلنا له السنه اللي فاتت ما يوصلنيش ان انا السنه دي ما اعملش ربعه. انا بالعكس، انا برجع بظهر، بعمال ارجع لغايه ما وصلت ان في ماتش مثلا زي سان داونز الشوط الثاني انت ما عرفتش توصل للجون خالص، لعبت حوالي 50 دقيقة مش عارف توصل للجون وما عملتش هجمة. فده يدل على عدم التركيز، يدل ان انت مش مركز في شغلك. وزي ما انتقدنا موسيماني في فترة الاجازات الكتيرة اللي كانت بتاخدها اللعيبة، فاحنا لازم ننتقد كولر في الاجازات الكتير اللي عملها. شوط اول للنسيان، شوط اول ضعيف جدا، والفريق المجهول بالنسبة لنا عمل عليك كورتين خطر، ضيعت كور وجات كور في العارضه، بس مش هو ده الشكل الاهلي. الاهلي ما تعدلش شكله الا لما طلع اليو ديانج ونزلت قفشه وبيرسي تاو، رغم ان كريم كان جامد. وانا كان على رايي او انا كنت شايف ان كريم يكمل مكان هاني وتلعب ببيرسي تاو وكريم، كنت هتعمل جبهه من النار. انت كان بيوصل بدرجه الباص بتاعك كان بيوصل لدرجه 95. انت الماتش دوت الشوط الاولاني 84. فده لو يوحيلك برضو اللي انا بقول لك عليه، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه باصه للمدرب، فشايفين المدرب مش مركز فهم كمان مش مركزين. فبنطلب من الاداره انها تقعد مع كولر وتحاول ان هي ترجعه او تخلي عقله يرجع تاني للكوره، ويبعد او يبعد عن الوكلاء والكلام عن العروض، وان عندك جايلك فلوس اكتر، واللي تجربت في الاهلي، شفت شعبيه الاهلي، شفت بطولات الاهلي، شفت فلوس الاهلي. فاللي بيفضل في الاهلي ما بيخسرش، اللي بيفضل في الاهلي بيكسب، وعلى طول بيكسب، وعلى طول بياخد بطولات، وعلى طول في مكاسب. مستنيين من كولر ومن الاداره يقعدوا معاه ويوفروا له اللي هو عايزينه. اما استاذ موديست، فانت قدامك فرصه لغايه شهر يناير، قدامك شهرين، قدامك حوالي 5 6 اشهر تثبت نفسك. لو ما ثبتش نفسك برضه مش هينفع ان انت تكمل، احنا مش هنستحملك. فاحنا لو هنستحمل كنا استحملنا وزارو اللي هو قدك كذا مره، لو هنستحملك كنا استحملنا اليو بادجي ده انا ما اعرفش هو مشي ازاي من النادي الاهلي. كل الناس كانت شايفه ان اليو بادجي كويس الا موسيماني. وده برضه يقول لك الاداره كانت بتسيب المدرب يتصرف، بس في حاجات لازم الاداره فيها هي اللي تتصرف. اللعيب ده ما كانش ينفع يطلع،
ونفس القصه، ازارو على قد الفرص اللي كان بيضيعها، انما هو كان مهاجم قوي شرس كان بيضغط وبيروح وبيعمل وسريع وبيعمل كل حاجه. هو كان عنده الفينش، لو كنا لعبنا على الفينش كان هيبقى افضل هداف في النادي الاهلي. اللي جايه فتره صعبه، عندنا كام ماتش في المجموعات، عندنا ماتش في الدوري، عندنا بعد كده كاس العالم. بنطلب من الاداره تركز، وبنطلب من جمهور الاهلي الدعم مع اللعيبه، ونشوف حضراتكم في الماتش الجاي ان شاء الله. ونسينا برضو نقول للكابتن عمرو فاروق انت قدها وان شاء الله هترجع والف سلامه، وان شاء الله نشوفك قريب في النادي. شكرا.